تعالي النهارده بقى هنعمل مع بعض الكبده الاسكندراني باسهل طريقه. بس قبل ما نبدا ما تنسيش تشتركي في القناه وتضغطي لايك وتعملي شير لكل اللي عندك عشان نرفع الفيديو ونوصل لاكبر عدد ناس يتفرجوا عليه ويستفيدوا من الفيديو. هنعملها كده زي اللي بتيجي من العربيات بالظبط، بس هتبقى طبعا مضمونه. وكبده احنا عارفين مصدرها كويس. معايا نص كيلو كبده بلدي و3 او 4 قرون فلفل رومي. هحط راس ثوم وكزبره وكمون وشطه ومعلقه خل وليمونه. دي كل التوابل اللي عندي، وطبعا الملح ده اختياري على حسب ما تحبي. هنحط ده كله بقى ايه على نص كيلو الكبده اللي عندنا اللي عندي يعني، وايه ونقلبهم كده ونسيبهم بتاع تلت ساعه مع بعض ياخدوا من التتبيله اللي احنا حاطينها. وبعدين هنسخن الزيت يكون سخن طبعا لازم علشان يعني تاخد صدمه كده وتستوي على الوش. مش هنقلبها، احنا هنفردها كده في الصينيه عشان تاخد وش من تحت، ونقلبها الناحيه التانية هتاخد وش من فوق وايه وكده يعتبر ايه احنا خلصنا اصلا. وبعدين نحط الفلفل زي ما انت شايفه كده، هنقلبها بالطريقه دي اللي انت شايفاها. كده انا كنت بقلب فيها كده، انا قطعتها قطع صغيره زي يعني هي كبده اسمها كبده عصافير. وبعدين هحط عليها ايه شرايح الفلفل الرومي اللي انا حطاه على حسب الرغبه برضه، يعني تحطي قرنين 3 4 براحتك. يعني انا عن نفسي بحبه كده ايه نفس الحجم اللي انا حطيته دوت. اقلبهم كده لحد ما الفلفل معانا يبدل شويه. وبعدين زي ما شايفه كده كنت بقلب فيهم، سبتها شويه كده ايه كانت لحد ما تستوي معايا الفلفل يستوي شويه والكبده كده ما تكونش ايه، عشان نضمن ان هي ما يكونش فيها حاجه ايه فيها دم ولا حاجه. وكده كانت استوت معايا، وعملت سندوتشات والطحينه طبعا. وانا عامله وصفه الطحينه في القناه لو حباها برضه، انا عاملاها في البيت وكانت مش مكلفه وكانت طعمها زي اللي بره زي اللي بنجيبها في العلب. واضمن برضه لان احنا بنعملها على ايدنا. اي حاجه بنعملها على ايدنا بتكون اضمن واحلى من اللي احنا يا جماعه بنجيبه من بره الصراحه. فكنت عملت سندوتشات وكان طعمها رهيب. ما تنسيش بقى تضغطي لي اللايك لو عجبك الفيديو، وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.